انتصار اول مهم جدا لبرشلونه مع انطلاقة الليغا الاسبانيه، ولايك كبير لهانز فليك اللي بيستحق كل عبارات الثناء والمديح، لانه استطاع بتشكيله نصها من اللاماسيا وبثلاث لاعبين اجانب بس هن كوندي ورافينيا وليفا، وبظل الامكانيات الماديه المتواضعه اللي الكل بيعرفها من الفوز على فريق عنيد مثل فالنسيا، وين على ارض فالنسيا وبين جمهوره، فهاد بالتاكيد نقطه تحسب لصالح هانز فليك وبدايه مثاليه لهانز فليك مع فريقه برشلونه. وعلى سيره اللياقه البدنيه بدي اطلب منك صديقي تبذل شويه مجهود وتدوس على زر الاعجاب والاشتراك مشان نضل مستمرين مع بعض، وخلينا نتابع مع اول انتصارات البرشا بالليغا الاسبانيه. كلمة السر ببرشلونة كانت الناحية البدنية. واضح الإعداد البدني الجيد عند لاعبي البرسا واللي أدى لظهور الفوارق الكبيرة بين الفريقين وخاصة بالشوط الثاني. ويحسب لهانز فليك أنه قدر يستفيد من الأخطاء اللي ظهرت أمام موناكو. استبدل كريستنسن بكوبارسي كقلب دفاع. شفنا فاعلية أكبر للاعبي المحور بيرنال وكاسادو بعملية بناء الهجمات والخروج بالكرة من الخلف، وخاصة كاسادو اللي كان عم يقرأ الملعب صح وعم يحافظ على كرته بشكل ممتاز. دور اكبر منحه فليك لرافينيا اللي كانت تحركاته فعاله جدا، رافينيا اللي كان عم يخترق من الاطراف ومن العمق وعم يسدد بفاعليه على المرمى وعم يضغط على دفاع فالنسيا وعم يرجع للخلف للتغطيه. كان واضح انه فليك مؤمن بامكانات رافينيا الفنيه والبدنيه، لذلك اعطاه هامش من حريه الحركه، والاكيد انه رافينيا ما خيب ظن هانز فليك. ليفا ايضا كان جيد، وربما هاي افضل مباراه لليفا من سنه تقريبا. إلنا زمان ما شفنا ليفا بهاي الفاعلية والحيوية، والهدفين اللي سجلهم أكيد رح يعطوه دافع معنوي كبير للاستمرار بالأداء الجيد. إذا بدنا نحكي عن السلبيات ببرشلونة فهن الظاهرين كوندي وبالدي، اللي كانوا أضعف المراكز تقريبا بالفريق. أداء كوندي دفاعيا كان مقبول، عم يغطي صح، ولكن فاعليته بالخروج بالكرة والمساندة الهجومية ما كانت كما يجب. كان عنده أخطاء بالتمرير وفقد الكرة أكثر من مرة. أما بالدي فكان الخاسر الرخوي لفريقه، وأغلب اختراقات فالنسيا مثل ما شفتوا إجت من جهة بالدي. يعني حتى الجناح الأيسر فيران توريس اللي عم يلعب أمام بالدي ما كان مقنع أبدا، وهذا اللي خلى هانز فليك يستبدل توريس ببيدري اللي أعطى روح وحيوية للجهة اليسرى بعد نزوله بالدقيقة 64. إذا خلونا نتفق إنه أهم العوامل اللي ساعدت برشلونة على الفوز هو اللياقة البدنية العالية اللي ظهرت على لاعبي برشلونة على مدار 90 دقيقة، وهي طبعا من البديهيات عند هانز فليك المعروف عنه اهتمامه الكبير باللياقة البدنية. بينما لاحظنا جميعا فالنسيا كيف نزل مردود البدني للاعبينه بشكل كبير وخاصة بالشوط الثاني، وهذا اللي خلى برشلونة يسيطر على مجريات المباراة بشكل كامل. من العلامات اللي كانت ظاهرة على برشلونة هو الثقة والراحة عند لاعبي برشلونة، لأن مثل ما بتعرفوا اللياقة البدنية بتنعكس على ثقة اللاعب بنفسه، وبالتالي لما بيكون اللاعب جاهز بدنيا هذا بخلي تركيزه أعلى وثقته بنفسه أعلى، وهذا كان واضح على لاعبي برشلونة بأول مبارياتهم أمام فالنسيا. يعني حتى مع آخر دقائق المباراة اللي المفروض عادة اللاعبين بيتوتروا فيها بسبب صغر سنهم، لا، كانوا اللاعبين هادين ومسيطرين على الموقف ومستحوذين على الكرة، ما في تشتيت، ما في فوضوية، وهذا كله يحسب بالتأكيد لهانز فليك. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى تشاركونا بتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.